عارف إن اللي حصل بعد الدولة الفاطمية كان نقلة تاريخية؟ تعال أحكي لك الحكاية من أولها. بعد ما مات نور الدين محمود زنكي سنة 569 هجريا و1174 ميلاديا، صلاح الدين الأيوبي انفصل بمصر وبدأ يؤسس الدولة الأيوبية اللي استمرت تحكم مصر 81 سنة. صلاح الدين جه مصر خلصها من الفاطميين اللي كانوا بيحكموا باسم المذهب الشيعي، ورجع مصر تابعة للخلافة العباسية ونشر المذهب السني مكانه. تعالوا نعرف أصل الراجل اللي غير خريطة العالم الإسلامي. صلاح الدين الأيوبي، أول حاجة لازم نعرفها إن صلاح الدين كان من عيلة كردية عريقة، مش أي عيلة يعني، وكانوا ساكنين في بلدة اسمها دوين قريبة من حدود أذربيجان ناحية أرمينيا. المؤرخ الكبير ابن الأثير قال عنهم إنهم من أشراف الأكراد، وده لأن محدش من العيلة دي اتعرض للعبودية في أي وقت. كمان والد صلاح الدين نجم الدين أيوب وعمه شريكوه لما دخلوا العراق وبلاد الشام كانوا ناس فاهمين سياسة ودهاليز الإدارة، مش ناس عادية. أول ظهور للعيلة الأيوبية كان في قلعة تكريت اللي على نهر دجلة، وكان شادي جده الكبير اشتغل هناك في الإدارة، وبعد وفاته ابنه نجم الدين أيوب مسك منصب مهم اسمه الشحنة، وكان راجل شاطر وأمين وبيعرف يدير كويس جدا. طيب صلاح الدين اتولد فين؟ اتولد سنة 532 هجريا و1137 ميلاديا في قلعة تكريت. الغريب إن يوم ولادته والي بغداد بهروز أمر بطرد أبوه وعمه من تكريت، وده لأن شريكوه قتل واحد من قادة القلعة بعد ما أذى ست في شرفها، فقام دافع عنها وقتله، وبهروز خاف عليهم من الانتقام فطلب منهم يمشوا في نفس الليلة وسابوا البلد ومعاهم الرضيع صلاح الدين. طيب هل فعلا أبوه كان هيقتله؟ القصة دي ذكرها مؤرخين. أبو صلاح الدين اتشائم من الطفل اللي اتولد في نفس الليلة اللي اتطرد فيها من البلد وكان هيرميه، لكن واحد من رجالته قالوا له ايه ذنبه، يمكن يكون ليه شأن كبير، فسابه. تخيل، الطفل اللي كان هيموت بسبب التشاؤم بقى واحد من أعظم قادة المسلمين. بعد ما خرجوا من تكريت راحوا على الموصل، وهناك استقبلهم عماد الدين زنكي استقبال الأبطال، وافتكر المعروف اللي عملوه معاه زمان لما أنقذوه من القتل، فاداهم أراضي وعاشوا هناك مكرمين. صلاح الدين اتربى في الجو ده ما بين السياسة والعسكرية، واتعلم في دمشق، وكان بارع في الفروسية والرماية، وكمان درس علوم دينية، وكان محافظ على دينه من صغره. من وهو صغير نور الدين محمود زنكي كان واخد باله منه وبدأ يكلفه بمهمات، وكان بيبعت صلاح الدين لعمه شريكوه عشان ياخد رأيه في أمور الدولة وكأنه مستشاره الخاص. وبعدين لما نور الدين بعت عمه شريكوه على مصر، صلاح الدين راح معاه، وهناك بدأت رحلته الحقيقية. اتعلم كل حاجة على إيد عمه وبدأ يمسك أمور كتير بنفسه، وكان بيبان عليه الذكاء وحسن التصرف والبصيرة السياسية. صلاح الدين ما كانش مجرد قائد، ده كان دولة لوحده، بنى جيش قوي وبدأ يكون قوة عسكرية ضخمة ضمت فرسان من الشام ومصر والجزيرة وديار بكر، لدرجة إن جيشه وصل ل 12,000 فارس، وكل ده علشان يواجه الصليبيين ويوحد الجبهة الإسلامية. وفي عز المعارك قرر يبني قلعة ضخمة تحمي القاهرة اللي هي قلعة صلاح الدين. بدأها سنة 1176 ميلاديا، بس ما خلصتش غير بعد وفاته، وتحديدا سنة 1208 في عهد الملك الكامل. صلاح الدين اتوفى يوم 4 مارس سنة 1193 ميلاديا عن عمر 56 سنة بحمى وصفوها المؤرخين إنها كانت غريبة. وبعد وفاته الدولة الأيوبية اللي كانت مسيطرة على مصر والشام وفلسطين اتقسمت بين ولاده وأقربه، راحت لابنه العزيز عثمان، ودمشق كانت من نصيب الأفضل نور الدين علي، أما حلب فحكمها الظاهر غازي، والكرك والشوبك أخدهم الملك العادل أخو صلاح الدين، وناس تانية من العيلة خدوا حتت تانية من الشام واليمن. وبعد العزيز عثمان مسك الحكم ابنه المنصور محمد، لكن كان صغير، فالعادل أخو صلاح الدين خد الحكم بفتوى دينية وبدأ حكم أولاده من بعده. وفي عهد الملك الكامل جه الهجوم الصليبي الخامس، وبعدين حكم الملك الكامل، وبعده ابنه الملك العادل الثاني، وبعده الملك الصالح نجم الدين أيوب. واللي حصل في عهده إن مصر تعرضت للحملة الصليبية السبعة، ومات الصالح في وسط الأحداث، فابنه توران شاه مسك الحكم، لكن اتقتل على إيد المماليك. وهنا كانت المفاجأة، شجرة الدر مرات الملك الصالح مسكت الحكم سنة 1250، وكانت أول ست تحكم مصر بعد العصر الإسلامي، وده كان تمهيد لظهور دولة المماليك
اللي استولوا على الحكم بعدها. الدولة الأيوبية ما كانتش بس حروب، دي كانت حضارة، بنوا قلاع وأسوار وطوروا العمارة العسكرية وركزوا على التعليم وفتحوا مدارس للمذاهب الأربعة، عملوا ديوان خاص بالجيش وديوان للأسطول، وكان فيه اهتمام كبير بتقوية البحرية، نظموا الأسواق والمهن وفتحوا أبواب مصر للتجارة مع أوروبا، بس برضو عملوا مشاكل كتير اقتصادية، وده كان بسبب تدخل السلاطين في التجارة وسوء إدارة بعض الموظفين. ده غير إن الأسطول ضعف بعد موت صلاح الدين وبقى خدمته عار مش شرف. بس في الآخر الأيوبيين سابوا بصمة واضحة في تاريخ مصر، وكانت نهايتهم بداية لدولة جديدة، دولة المماليك.